عندهم نقص. ابو تريكة بيرد على تصريحات ميدو وايمن عبد العزيز بشأن تشجيع الاهلي. بس الاول كده يا اهلاوي عظيم، ادعمنا باللايك، ادعم كلام ابو تريكة باللايك والشير علشان هيقول كلام قوي جدا جدا جدا. رد محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق على تصريحات التي ظهرت من جانب البعض بخصوص تشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية. وقال تريكة في تصريحاته: أنا زعلان من جمهور الأهلي من بعد قرعة كأس العالم للأندية، شاغلين نفسكم ليه؟ عيب والله، أنت ليه أصلا بترد على حد غيران منك؟ ما هو واحد مش قادر يقرب من كعب الجزمة بتاعك، دي الحقيقة يعني. وتابع: الأهلي في الدور الألف في العمارة، وواحد تاني لسه بيلمس في الدور الأول، طموحهم يكونوا في الدور السادس، وهو بيحاول يقارن نفسه بيك عشان يحس بالنقص اللي عنده. وأضاف تريكة: طب حد يقول لي، حط نفسك مكانهم وهم بيشوفوا البنت الجميلة وهي مبهورة لما سحبت اسم الأهلي، أو لما ديلبيرو نجم إيطاليا بيقول الأهلي الأكثر تتويجا ونادي القرن. سيبوهم في حالهم، ربنا يكون في عونهم بصراحة. وأكمل تريكة: يا جمهور الأهلي، انت لو نمت 10 سنين وصحيت من النوم هتكون لسه متفوق عليهم. انت بتشجع اعظم نادي في مصر وافريقيا، وواحد من اعظم اندية العالم، انتر كونتيننتال وبرونزية كأس العالم 4 مرات وافريقيا 12 مرة، ولسه هتشارك في كأس العالم للأندية وهتواجه ميسي في لقاء رسمي، وريال مدريد للمرة الثانية في لقاء رسمي كمان ان شاء الله. واوضح تريكة: يا جماعة المسافات بعيدة قوي بعيدة قوي والله، ومن حقهم يتجننوا. شوف انت بتنافس مين وطموحك ايه، وهم طموحهم ايه وبينافسوا مين. كبر دماغك من الكلام الفارغ ده. جمهور الاهلي احنا ورانا تحديات كبيرة، وبالمناسبة مش عاوزين حد يشجع الاهلي، احنا عندنا جماهيرنا ومشجعينا ومبسوطين قوي.